لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بعد ذلك لأول أهداف اللقاء. نعم يسجل الأرسنال أول أهداف اللقاء بكرة جميلة للغاية من خلال اللمسة الأخيرة التي كانت حاضرة موجودة بلمسة إيميل سميث رو. هنا تسديد، الله يا محمد يا نني، يسجل غاية في الجمال والروعة من خلال التسديدة الماضية ساعد ويسجل مثلا ويأتي بالفارق. وهنا لدينا هدف تقليص الفارق. نعم يسجل دوندلاك يرد بتسديده وبهدف ايضا في مرمى الارسنال. جوردان فلوريس اللاعب الانجليزي الوحيد في تشكيلة دوندلاك يسجل في مرمى الارسنال. في ويلز وكذلك اسكتلند عندها انتصار. وهنا لدينا ثالث الاهداف ياتي الان لمصلحة الارسنال عن طريق لاعب خط الوسط جو ويلوك. يسجل ثالث أهداف الأرسنال لتصبح النتيجة 3-1. هذا الشاب يضع نفسه من الأسماء التي بعد ذلك. هنا لدينا رابع أهداف الأرسنال تأتي الآن عن طريق البديل بصناعة نيكولا بيبي. إذن فلورين بالوغين يسجل رابع أهداف الأرسنال والهدف رقم 20 للأرسنال في اليوروبا. لاعب يلعب في دوري تحت 21 سنة. وهنا لدينا ثاني أهداف دوندلاك. ثاني أهداف، شوف سعيدين بالهدف لأنه سجل في مرمى الأرسنال. سعيدين بهذا الهدف لأنه سجل في مرمى الأرسنال. شون أور الكرة العرضية تبعد ثم تعود قوية. صاروخ 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 صاروخ. زينسكي يسجل للبارتينوبي نابولي هدف أول. فار ملعوبة، إيزاك يحاول، ما زالت ويليان قوية. فرجت للباسكيين، فرجت ما بعد 90 عن طريق جوزيه ويليان. برادلي مازيكو لاعب الكونغولي يخسر التصويب والهدف الاول. الهدف الاول اول هدف تياغو رودريغيز. اخيرا فريق سياسكا صوفيا. التوزيع خطيره، هذه كره لبورخا والتصويب وهدف التعادل. هدف التعادل ميلانيزي يعدل النتيجه. روما هجوم مركز انطلاقا من امادو ديوارا عرض جيفرسون. خطيره كره اليسو والهدف الثاني. تبات في اخراج كره من امادو ديوارا واستغلال اليسو يعيد تغير. شوف الخطا اللي قام بفازيو والهدف الثالث. خطا مره اخرى بعد خطا الهدف الثاني من ماراش كومبولا. خطا هذه المره من قاد الفريق الايطالي فيديريكو فازيو. يمكن اليسو من الانفراد ببيترو. والتسديدة، الله 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 الله. كورة بأقدام من سجل الهدف. هل هو فينيسيوس؟ وكرة داخل منطقة الجزاء. ويا سلام
جوفاني لوتشيتسيو أخيرا يتنفس مورينو معه الصعداء فرحا. أوروبية وصل كذا مرة إلى نصف النهائي في هذه البطولة. جول! يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا أوندير يخترق تصويبة صاروخ، بينتقل أوندير جانكيز أوندير يسجل الهدف الأول. اللاعب التركي صاحب 23 عام، اللاعب المتميز جدا اوه جول تاني لسه بنتكلم على اوندير، وايفانسي يسجل الهدف الثاني. الليله شكلها ليله اهداف، الليله هي ليله احتفاليه لليستر سيتي بالتاهل. تمريره طويله جدا طويله استقبال لم يكن لائق، هذه كرة خطيرة، هدف رائع عن طريق النرويجي الأنيق، النرويجي الرائع، النرويجي الحاسم، يراوغ ويسجل كرة رائعة من ياس بيتر أوغي يرجع ذكريات الديناميت الأوكراني تشيفتشينكو، ذكريات Mitte Schick, der sich versucht abzusetzen. Da ist er, aber Bailey macht's. 8. Minute und Leverkusen startet nicht nur gut, sie haben das auch schon zahlenmäßig umgesetzt. Schick, richtig gut und Bailey sagt zum zweiten Mal Dankeschön. Schick mit Pech, aber wird's vertragen, weil Diaby mit Tempo, darüber haben wir gesprochen. 3-0. Der erste Angriff, den Leverkusen ernst zu nehmen bringt in diesem zweiten Durchgang. Und jetzt wissen wir langsam, die werden diese Gruppe gewinnen. Diaby. So, und jetzt muss es aber irgendwann passieren. Jawohl, da ist es 4-0. Karim Bellarabi. Und auch das ist noch einmal verdient, damit die Höhe das halbwegs wiedergibt. Denn Leverkusen ist noch... النتيجة 3 أهداف نظيفة الآن. مانزوكيتش تسديدة في منتهى الخطورة، تألق الحارس في صدها، كان في مكان خطير جدا أمام المرمى، الكل ينتظر الهدف من هذه المسافة لكنه ضيعها بطريقة غريبة جدا. دوغلاس كوستا